الناس بتسال ايه الجديد، وانا جاي اقول لك ايه الجديد من جيك فيب. النهارده معانا يا صديقي، معانا ثاندر كيو 2 حكايه بود اقتصادي بامكانيات عملاقه. يلا نشوف. دي العلبه يا صديقي بتاعت شركه نيبو اللي بتجي لنا مصر، علبه معروفه جدا، العلبه الاقتصاديه. وده حلاوه ما في الموضوع ان البود اقتصادي سعره لا يمكن يوصل لل 800 جنيه. ده لو وصل لها يبقى رقم. افتح كده البود، واو، شويه الوان حكايه. ده لون الكافيه او الجولدن، يعني اللي عايز يقول عليه كافيه يقول، اللي عايز يقول عليه جولدن، مع كلمه ثاندر اللي موجوده هنا خشنه كده وبارزه، مع الار جي بي اللي موجود، ار جي بي لايت هنا موجود بيلف يا ديني جامد جدي. تعالوا بقى نجرب هذا الجهاز، وعشان نجربه عايزين ليكويد موثوق نجرب بيه. بالنسبه لي يا صديقي الحاجه الموثقه هتبقى جراند بار باشون فروت ايس. حلو الكلام. الانواع الجديده بتاع جراند بار حاجه بريميوم جدا بسعر قوي جدا، لان الحاجه القويه عايزه سعر قوي عشان الاتنين يبقوا بندل كده مع بعض تبقى حاجه جامده. يلا نشوف. باشون فروت، ريحه الباشون فروت تعبي الاستوديو. ودي بس خلاص. عندك هنا الاير فلو بتاعك. حلو الكلام. 3 خطوات، ناخد على اوسع حاجه. ايه قوة الضربة دي؟ انا مش مصدق ان بود بالسعر ده، شاحن تايب سي، بطارية 1350 ملي امبير، ضد الصدمات وضد الدنيا، يعني حاجة قوية يعني بالكارج الجديد وبالثمن. ازاي؟ الار جي بي حكاية، اللون بتاعها جامد جدا. انا حبيت الفكرة، يخرب بيت كده عاملين حاجة في الجون. بالنسبه بقى للدي ال يا صديقي، انا هجرب الجميله والمحببه الى قلبي، وهي المالديفز الايطاليان كوكيز، يعني كوكيز ايطالي، عارف ولاد ناس قوي احنا. جبت كارتج دي ال، عندي كارتجات كتير بالهبل. لا ركب زيو ببهدل نفسي. ودي مجموعتي. يلا بقى بينا على اوسع حاجه برضو، هناخد نفس دي ال ونشوف الضربه عامله ازاي. ايه ده؟ ضربته محترمه قوي. انا مستمتع بالنفس، مستمتع بالضربه، مستمتع ان انا في ايديا جهاز خفيف 1350 ملي امبير. واو بجد، ده هيبقى احسن فكره لاي حد ستارتر لسه داخل عايز يجرب حاجه جديده. روح يا معلم من غير ما تتحرج، من غير ما تتكسف. هتشرب MTL DTL MTL سولت، روح وانت مغمض عينك. هذا الجهاز ثاندر كيو 2 خارق للطبيعه، وده بالنسبه لي جهاز السنه ل 24. عارف الحلقه نازله في 2025، بس انا بتكلم من ده عشان نزل في 2024. ده جهاز السنه بالنسبه لي من كل المقومات. واو، سلام.